بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من قناة سلام الإعلامية، وأرحب بعنايتكم أينما كنتم داخل الوطن الأسير وخارج الوطن في معسكرات اللجوء وفي مدن الشتات. أرحب بعنايتكم أيها الإخوة والأخوات في رحاب الحلقة رقم 42. سيكون ضيفنا اليوم الأستاذ الكاتب المناضل علي عزيزي. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام وبالضيف الكبير. المشاهد الكريم، كما نوهنا في المدخل، ها هو ضيفنا اليوم الأستاذ المناضل علي عزيزي. الاسم بالكامل هو علي عمر محمود، المعروف بعزيزي، وعزيز علينا وعلى كل من يعرفك. أستاذ علي، مرحب بك في هذا البرنامج. شكرا، جزاك الله خير يا أستاذ أحمد شريف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. أستاذ علي عزيزي، في رحاب الحلقة رقم 42 في برنامج مع اللغة العربية، نحن اليوم نسعد كثيرا بوجودك معنا. أستاذ علي، وعندما نقول أستاذ علي عزيزي معناها هي اللغة العربية الفصحى، حتى في حديثه ونسته دائما أستاذ علي لتبرز الكلمات والتراكيب اللغوية الجميلة، ومن هنا نحن نسعد بالترحيب بك في هذه الحلقة. أستاذ علي، لأنه مفاتيح هذه اللغة هي في البدايات القرآن الكريم والخلاوة والكتاتيب كما يسمى. فأستاذ علي كده، أين كانت خلوتك الأولى وأنت طفل صغير إن شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلي وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أنا في الحقيقة تعلمت اللغة العربية في داخل البيت الكثير تحت إشراف والدي وإخوتي جميعا، لأن الوالد الله يرحمه كان دائما رحمة الله عليه الحديث باللغة العربية لعدة اعتبارات. أولا باعتباره مسلم مؤمن، ثانيا لغة القرآن التي حملها جبريل عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبداية كانت اللغة ركيكة في حد ذات نفسها، لكن مع ترددي في الشيوخ لتعليم القرآن والحديث والفقه شيئا فشيئا كانت ذاكرتي قوية لاستيعاب كل مفردات اللغة العربية. وحقيقة اللغة العربية هي كما يعلم الجميع تعتبر لغة أهل الجنة. وهي لغة بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قاعدة الدولة في المجتمع المسلم العربي من المحيط إلى الخليج. وهي لغة ضرورية وسائدة، فاقت كل اللغات التي كانت في المجتمع القديم مثل السريانية والكنعانية والعبرية والأمهرينية والتجرينية وغير ذلك، والجزئية التي أصبحت أسيرة الكنائس والمعابد بين القساوسة والرهبانيين. اللغة العربية هي في مفهومها وسيلة التفاهم والمحبة
ونشر السلام بين الناس. وإذا نظرنا في الأصل اللغة ومراحل تواجدها مع شعوب، نجدها لغة تكلم بها كل الرسل والأنبياء منذ الخليقة. واستقرت هذه اللغة لتمثل كيانا حيا يستوعب كل اللغات وكل الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء والرسل، مثل الزبور والإنجيل والتوراة. استوعبت كل هذه الكتب لتكون مثالا حيا بين المجتمع. لهذا عمدت مواصلتي في تعليم اللغة العربية، وزحفت من إريتريا إلى السودان إلى حدود مصر لأصل إلى قلعة العلم وهو الأزهر الشريف. طيب أستاذ علي، نحن سنأتي إلى الأزهر الشريف، ونحيي عبر هذه المقابلة كل أساتذتك الكرام والأجلاء الذين تتلمذت عليهم في مرحلة الدراسة الجامعية. لكن قبل ما نطلع من إريتريا أستاذ علي، أنت قلت يعني عرفت اللغة العربية وأنت داخل البلد. وحدين يزعموا فيقولوا إنه اللغة العربية الناس تعلموها لأنه كانت هنالك هجرات إلى المنطقة العربية، تحديدا الشرق الأوسط وما إلى ذلك. نحن دايرين نرد على مثل هذه الفرية اللي بيقول إنه اللغة العربية دي الناس تعلموها برا زي ما قلت، ولأنه تعلموا بها عشان كده يتكلموها كده. بالله يا أستاذ علي، أنت في مدينة قندع، اللغة السائدة في الشارع، أطلع لنا من البيت، ورحمة الله على والدك العلامة رحمة الله عليه، بعدين ممكن تحدثنا عن الوالد كمان لأنه له علاقة بهذه اللغة وله علاقة بالدعوة الإسلامية. فالشارع القندعاوي كان كيف ساعتها أستاذ علي في جيلكم؟ يعني اللغة دي كانت سائدة في الشارع، في المقهى، في دراسة وما إلى ذلك؟ اللغة العربية بصفة عامة في إريتريا وخاصة في مدينة قندع، الناس كانت تتكلم بها في الأسواق وفي البيوت حقيقة يعني. ومن الصعب جدا تسمع وأنت مارر في الشارع حد يتكلم بالتجري أو بالساهو أو بالعفر، لأنه الكل كان يتكلم، يبيع ويشتري ويتبادل في الحياة اليومية باللغة العربية. يعني أنا كعلي أعرف ما في حد كان يمارس اللغة غير اللغة العربية. طبعا رغم بساطة العلم في أهلنا بصفة عامة، وقد يكون في قندع بصفة خاصة، لأن ما توفرت لهم ذلك الزمن التلفزيونات والتليفونات والمكاتب الثرية التي تحمل درر اللغة العربية، لكن كان عندهم يعني فهم لطبيعة الإسلام، لإيمانهم المطلق بأنه إريتريا بصفة عامة تعتبر أول رحى تقر فيها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وسلم، ومن ثم انتشرت على أرجاء إريتريا بلا هوادة. لهذا الكل كان يتكلم باللغة العربية. جميل أستاذ علي. طيب شكرا على هذه الإضاءة. بالنسبة للمدارس، التحقت بالمدارس قبل أن تهاجر إلى السودان؟ التحقت بالمدارس في مدينة قندع؟ هو أولا أنا كملت القرآن في قندع، درسته مش دراسة حفظية، لكن أنت عارف الدراسة باللوح، كل ما تخلص جزء يعملوا لك حفلة صغيرة شاهي وفيها يعني كيكة عشان توديها عند المشيخة مع الطلبة،
يعني حاجة. وتعمل شرافة عليها، شرافة تلون اللوح أيوة، يعني ترفع معنويات يعني. وكده ختمت القرآن. أنا ختمت القرآن عند الحمد الشيخ مين أستاذ علي؟ والله الله يرحمه كان اسمه الشيخ سليمان، وكان الله. رجل شديد بالمناسبة يعني لو شافك كده انك انت يعني اتجهت، انحنيت الى اليمين او الى الشمال، الا ما كان يعرف الا العصايه يعني. على طول. كانت اي نعم. وحتى اتذكر يوم من الايام ما انا ما تذكر. مشيت المعهد، فغبت لانه كنت بلعب، كنت صغير. فالشيخ سليمان يوم الثاني اشتكى الى ابويا، قال له ابنك امبارح ما جاء. فقال له يعني خيرا إن شاء الله. يوم ثاني لما رحت أنا عند شيخ سليمان، جاء والدي فعلا، هو كان المسجد جنب المسجد المقر، أتذكر في جدة. بحرف الواحد قال له يا شيخ سليمان، لحمه عشانك وعزمه عشاني. يعني كلام قاطع قاطع، أيوه. لا جدال فيه، أخذت بالك معايا؟ فده يعني أنا من جهة خوفني، ومن جهة كمان يعني أثار في الهمم، على أساس حفزك، نعم. أي نعم، على أساس إن أنا أتفوق. وفعلا يعني كنت لا بأس به. والحمد لله. واضح القرآنيون دائما معروف لغتهم يعني. طيب، بعد ما كملت القرآن الكريم عند الشيخ سليمان رحمة الله، التحقت بالمعهد في جندع؟ أنا لا، أنا بعد ما كملت في الشيخ سليمان طلبت من والدي أن يلحقني بمدرسة جندع النظامية. النظامية. كويس. لكن والدي كان عنده زي ما تقول نوع من الانكماش، بقصد ان اللغه اللي هو المدرسه راح تتعلم قضايا يعني قد لا تكون منصوص عليها في الدين الاسلامي وفي القران والحديث. عشان كده كان رافضني، رافض ان انا امشي. واشتكيت الى صديق والدي الله يرحمه، الله عليهم. اي نعم، احمد حسن، من دي او. قلت له يا اخي والدي عنده راي كذا كذا. يوم الثاني اتكلم معه، قال له وديه. قال له طيب انت وديه. فودوني انا، فالتحقت بالمدرسه زي ما تقول الابتدائيه. ابتدائية، أوكي. فقعدت فيها تقريبا حوالي 6 شهور. لكن بعد كده أخذتني الحمية إن أنا أسافر إلى مصر، كبرت في دماغي. مم. أخويا خالد كان سبقني إلى مصر، فقلت أنا لازم ألحق أخويا وأتعلم في الأزهر. طيب أستاذ علي، في المدرسة اللي قعدت فيها 6 شهور، من تذكر من أصدقائك من المعلمين؟ حقيقة من الصعب جدا التذكر، لكن في من أولاد عمنا بيني الله يرحمه. رحمة الله عليه. أي نعم. وفي كان من ضمنهم كمان الأخ إدريس آيم، الآن تقريبا في لندن. نعم. الأخ عبد الرحمن. التقينا بواحد من آل آيم لصالح إذاعة إيرنا. نعم، نحيي من هنا. وهو حتى كاتب كتاب جديد أيوة، تاريخ جندع. مدينة جندة، نعم يعني. الخضراء، نعم، نحييه. وكان في كمان حوالي 2 من المسيحيين كان يمر عليها في الصباح، كان يجوا من دنجولو باسو برجلهم، وشايلين في الشنطة بتاعتهم رقيفة ناشفة، أخذت بالك معايا، على أساس ده القدى لحد ما المدرسة تخلص يعني. هذا الجهد اللي كان موجود، كنا نمشي في الشارع. نقول له باسو، ده نقول له آلتو. نعم. أي نعم. فكان الحياة حياة جميلة حقيقة يعني. جميل أستاذ علي. طيب، الطريق إلى الأزهر كان مرورا بالسودان. ما استهوتك العملية تقعد في السودان أستاذ علي، ولا بس عشان أخيك خالد موجود هناك؟
ففكرت وقررت إنه لازم تلتحق بالأزهر لا أنا أساسا بدايتي لما قررت جيت آخر محطة أو آخر مدينة كانت تسنة، ومن تسنة أخذنا باص كان متجه إلى مدينة كسلة. فمجموعة من فرق الفنية كانوا سودانيين حطوني معاهم في الباص ووصلت كسلة. ومن كسلة ما قعدت كثير، أكثر من يومين ثلاثة. أخذت برضو تذكرة ونزلت في مدينة حيا. هي اتجاه بورسودان. نعم. نعم، بنتظر القطار اللي جاي من بورسودان عشان هو يعني مباشرة بيمشي إلى الحلفة القديمة. نعم، مدينة حلفة القديمة. نعم. لأنه القطار اللي بيمشي عطبرة راح يدخل خرطوم، أنا ما عايز أدخل خرطوم، بلد ما بعرفها، عشان كده لازم أمشي إلى حلفة، إلى مدينة حلفة. نعم. إلى مدينة حلفة. وفعلا وصلت مدينة حلفة، وكان في ذلك الوقت في جيبي يا أستاذ الفاضل 5 ريالات أو 5 جنيه مصري. جنيه مصري. أي نعم، ده اللي فضل يعني. لأنه في الطريق كنا ندي رشاوي للناس اللي رشايدة وغيرهم، أولا عشان ما يقتلونا، ثانيا عشان يرشدونا. فالفلوس كلها ما فضل منها إلا 5 جنيه. المهم بهذه الصورة وصلت الحلفة القديمة، ومن حلفة طبعا كل الوسيلة انقطعت، الأكل والشرب ما في. فحصل إيه؟ في رجل عنده بستان سوداني، هو لما يعني قلنا له عايزين شغل، قال أنا شقلكم بس مقابل صحن فول مع رغيف العيش يعني. فاشتغلنا في البستان حوالي 3 أيام، وأدانا شوية قروش وكان يأكلنا فول وعيش، جزاه الله خير. anyway فجت باخرة، فصعدنا في الباخرة من حلفة القديمة متجهة إلى مصر، إلى أسوان. أي نعم. وفي الطريق اكتشفنا الكابتن لابسين ملايات عشان ما ننشاف، أنا ومعايا نفرين. فقال صفر وقال الأحباش الأحباش الأحباش، فجونا وشالوا مننا الملايات اللي كنا متغطين بها ونزلونا في الدفة السودانية، ما نزلونا في الدفة المصرية للنيل يعني. فطبعا ده كانت الطامة الكبرى. مشينا مسافات أكثر من 3-4 كيلومتر عشان نجد معدية نعدي منها على الدفة المصرية. وفعلا لقينا رجل عنده زي ما تقول زي أخشاب، مجموعة من الأخشاب رابطة بيعدي بها الناس، وعدينا. وبعد كده بدأت الرحلة من حدود السودانية لحد ما نخلص الحدود السودانية وندخل في الأرض المصرية. أخذت كم الرحلة أخذت كم من تسلي من مدينتك لحد ما دخلت؟ 38 يوم. 38 يوم. نعم 38. تذكرها كله بعد كل هذا العمر أستاذ علي؟ أنا أتذكر زي النهاردة لأنه أصبحت جزء من الحياة. الأصدقاء النفرين اللي كانوا معك على قيد الحياة؟ أيوة، واحد في الكويت وواحد كان في بريطانيا، بس ما عندي عنه خبر حقيقة. وهم خلفيتهم من منطقة زولة تقريبا يعني. جميل جميل. ومحدثكم الأستاذ علي عزيزي الكاتب المناضل يتحدث إليكم مشاهدينا الكرام عبر هذه القناة المباركة، قناة سلام الإعلامية من مدينة ميلبورن في أستراليا. طيب أستاذ علي، أول ما دخلت مصر وأنت مترع الحمد لله مشبع بالقرآن الكريم حافظه يعني ختمته، رددت يا أستاذ علي؟ نعم رددت القرآن الكريم ما شاء الله، ولك علاقة بعلوم الدين، ويكفي أنك أنت رجل تتحدث اللغة العربية وقريت بها. طيب
أول اختبار لك في الأزهر، أنت بديت الأزهر من الابتدائي هسي مش كده أستاذ علي؟ من الابتدائية كمان. ده أول اختبار، أول يوم كان كيف؟ وخلاص أنت ما بقيت الآن دخلت في مصنع اللغة العربية الأزهر الشريف. أي نعم. مم. هو بعد ما الشيخ محمد إدريس الله يرحمه، رواق الجبرتي، شيخ رواق الجبرتي، هو اللي بيعطي بطاقة فيها اسمك والمكان اللي تسكن فيها، عشان يصرف لك من مراقبة البحوث الإسلامية تقريبا 5 جنيهات في الشهر يعني. والله حاجة كثيرة مش كده أستاذ علي ساعتها؟ نعم، هذا كانت فوق الخيال يعني. نعم. لكن بعدين لما جينا في الثانوية العامة ما أصبح لها قيمة، وسأحدثك عنها لاحقا. إن شاء الله. أوكي. فأول لجنة رحنا لجنة الامتحانات لتوزيع الطلبة إلى فصول وإلى مراحل. فأنا قعدت مع 2 شيخ، أذكر منهم شيخ محمود وشيخ تبع. الشيخ محمود شلتوت؟ لا محمود شلتوت كان شيخ الأزهر، لا بعدين يعني. لا، كان في واحد يلقب بمحمود شلتوت، عالم إريتري رحمة الله عليه. أنا برضو هو في أسمر نحن التقينا به، فكان معروف بالشيخ محمود شلتوت، ربما تيمنا به. والله ما أتذكر الآن. المهم من مصري هو الشيخ. أي نعم، شيخ مصري. فسألوني أنا، كنت معروف. نعم. أولا هو يكمل يعني فقرة من القرآن ويقول لك كمل إلى كذا، فأنت لك آية. نعم. نعم، فأنت المكان اللي هو وقف فيها لازم تكملها لمكان اللي هو حددها. وفعلا كنت أنا كويس الحمد لله، ما جابوا لي كثير، جابوا لي بس من جزء تبارك الذي بيده الملك إلى آخر كم آية. وبعدين بدأ يسألني عن النحو شوية، برضو أجبته. وبعدين جاء في البلاغة، وده المهم، بيقول إذا قلت لك هكذا، إذا قلت لك أنت أشبه بالأسد، ماذا تعني هذه الكلمة؟ قلت له أنت تصفني بالأسد وأنا بني آدم يعني. فضحك، قال لي عايزك تكلمني عن سر البلاغة. قلت له فيها المشبه والمشبه به ووجه الشبه بينهما. قال لي أحسنت. يا سلام. أي باللفظ ده قال لي أحسنت. قال لي طيب السؤال الأخير، قال لي مين اللي بدأ في كتابة أو تأليف العروض؟ قلت له على حسب ما أفهم. قلت له أرجو أن أكون قلت الحقيقة. الشيخ قلت له أحمد. أوكي. قال لي فين؟ قلت له في اليمن. قال لي كيف؟ قلت له لأنه كان يتجول في سوق الحدادين فسمع. قلت له دربات الحدادين بتضرب على الحديد، فاعلات فاعلات مفاعلات. قلت له ثم بنى عشان يطلع علم العروض. قال لي روح أنت أدرس في الابتدائية سنة الثالثة، يعني المفروض أبدأ من سنة أولى. يا سلام، بديت سنة ثالثة. أي نعم. وسنة ثالثة يعني الابتدائية حوالي 4 سنوات، هي السنة الجاية رح أمشي الإعدادي حتمشي. أيوه. نعم. وهكذا. هذا مشهد عزيز المشاهد والمشاهدة الكريمة، أنه اللغة العربية كانت موجودة في إريتريا. رجل طالع من مدينة جندع، طفل شاب صغير، ويجتاز الامتحان بكل سهولة يعني. تفضل أستاذ علي. فاللغة العربية أستاذ الفاضل والإخوة المستمعين من الذكور والإناث بيعتبروا بمجرد قراءة القرآن أو الحديث ده مش الصورة الحقيقية للغة العربية. اللغة العربية أنا على حسب ما بفهم وعلى حسب ما قرأت 5 سنوات في جامعة الأزهر كلية اللغة العربية قسم التاريخ والحضارة، لها مصطلحات، وهذه المصطلحات هي ضرورية في اللغة العربية، مثل التفسير ومثل الصرف والنحو ومثل التوحيد مثل البلاغة مثل الفقه مثل التجويد
مثل العروض، مثل الأدب، مثل المنطق، مثل التجويد. هذه المصطلحات كلها تكمل وجاهة الدين أيوة. الإسلامي. هذه العلوم والفروع. نعم نعم. نعم. مع فقدان هذه الفروع ومع فقدان هذه المصطلحات والعلوم. نعم. يظل الدين الإسلامي في دائرة الركود، أو قل يعني يحتاج إلى التفصيل أكثر. المسلم قصدك يعني؟ نعم. المسلم الذي لا يأخذ بهذه العلوم وهذه اللغات وبتاع يكون بحوجة، هو ساكن كده مسلم نعم، لكن ينبغي أن يتسلح بهذه العلوم. نعم أستاذ علي. هذا أعتقد ما أجمع عليه آباؤنا وآباؤكم، أجدادنا وأجدادكم، بأن ضرورة هذه المصطلحات في حياة الإنسان التي لا يمكن على الإطلاق إلا ممارستها عمليا بلغة القرآن والحديث، وهي التي لا يمكن على الإطلاق ممارستها باللهجات المحلية، ولا نقلل من اللهجات المحلية، لكن السبب الأساسي والرئيسي ليست على اللهجات مصطلحات مثل أبجدية اللغة العربية. لهذا نحن بنركز على اللغة العربية، هي لغة أولا لغة تكلم بها الرسول لكل من يؤمن بالرسول حقيقة، صلى الله عليه وسلم. نعم. ثانيا من يؤمن بالقرآن ويردده. الآن حتى لو قرأت القرآن باللغة الإنجليزية أو الفارسية أو اللغات الأخرى ما بتجد له اللذة أو المعنى الحقيقي اللي ممكن تسمعها عندما يقرأ باللغة العربية. وهذا ما اعتاد عليه الإريتريون وتكاتبوا رغم المحن ورغم الظروف أن يثبتوا اللغة العربية في إريتريا لغة البلاد، ولم ينكروا اللغة الثانية وهي اللغة التجرينية، أن تتماسك اللغتان العربية والتجرينية. ولا أريد أن أقول التجرينية مدافع على العربية، لأنه في الدستور الإريتري بيقول اللغتان نعم. العربية والتجرينية. الواو هنا أستاذي الفاضل يعتبر واو العطف، يعني معطوف اللغة التجرينية معطوفة على اللغة العربية، خدت بالك معي؟ لكن نحن عايزين نتسامى من كل هذا ونحتضن اللغتين. والإريتريين اللي ينكروا بأهمية اللغة العربية ظلموا نفسهم وظلموا بصفة خاصة أبنائهم يعني. نعم. أستاذ علي نستأذنك ونطلع فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود بعد قليل. كونوا معنا مشاهدينا الكرام. أستاذ علي عزيزي، شكرا لك على الإيضاح، وعدنا إليكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية، وهي الحلقة رقم 42، وضيفنا وضيفكم هو أستاذنا الفاضل المناضل الكاتب علي عزيزي. أستاذ علي، طيب المرحلة الإعدادية الآن في الأزهر، أنت درست سنتين وانتقلت إلى الإعدادي ثم الثانوي كده. قبل ما تدخل الجامعة وتخصصك في اللغة العربية قسم التاريخ والحضارة، ما هي ذكرياتك مع اللغة العربية في المرحلتين الإعدادي والثانوي في الأزهر؟ هو اللغة العربية طبعا لما كنت في الإعدادي أولا نحن مش زي النهاردة، كنا نذاكر أقل شيء حوالي 6 ساعة يعني. يا سلام. فوق السطوح نمسك كتابنا وعندنا بطانية ومخدة، أخذت بالك معايا، ونذاكر لأنه لازم نحفظ النص ولازم نستوعبه بمفرداته وبما يرمي إليه ومعناه الحقيقي. فأنا قعدت في الإعدادية 3 سنوات وخرجت منها بمجموع جيد، انتقلت إلى الثانوية. ممتاز. نعم.
نعم. وفي الثانوية هناك في الأزهر في ذلك الزمن كانت 5 سنوات، في الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. لكن إذا إنك أنت متمكن من الإجابة على الأسئلة التي يمكن أن تطرح، ممكن لما تصل المرحلة الرابعة يدولك فرصة أن في نفس السنة تمتحن المرحلة التي تليها اللي هو السنة الخامسة. نعم. فأنا في الحقيقة أتيحت لي فرصة، فخلصت السنة الرابعة الامتحانات، وبعد أسبوع امتحنت لامتحان السنة الخامسة. وفعلا بالشكل ده أنا وفرت على نفسي سنة كاملة من الدراسة ونجحت الحمد لله. وهناك تخطيت برضو الابتدائي، برضو تخطيت 3 سنين. نعم. فأنا أحمل الآن، وبعدها لازم أنتقل إلى الجامعة، جامعة تملأ الاستمارات وكل حاجة. أنا في الحقيقة في الأول اخترت كلية الحقوق، واستمريت فيها تقريبا حوالي 2 سنين. طيب. لكن بعدها جتني معارف، يعني تفكير خلاني أغير المصطلح الدراسي، المسار الدراسي. نعم. المسار الدراسي. فاتصلت بالأستاذ أبو الحسن عثمان فكاك الله يرحمه في جدة. رحمة الله عليه. قلت له يا أبو حسن أنا عايز أمشي جامعة في المملكة. قال لي أي جامعة تقصد؟ قلت له الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. قال لي رح أبعث لك جواب واقطع لي عليه واكتب فيه تاريخ ميلادك، ورح أحط لك عنوان وابعته من عندك. قال لي عشان يكون الطابع اللي في الظرف يشوفوه إنه هو جاء من مصر رأسا، يعني مش من داخل المملكة. كويس. فكتب هو العبارات وأنا وقعته وحطيته في الظرف وبعته إلى المدينة المنورة. بعد شهر كامل جتني موافقة إن نحن قبلناك في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ورح نرسل لك تذكرة والتأشيرة في القنصلية في جاردن سيتي كانت موجودة. أخذت التأشيرة. عموما أنا كنت بحمل جواز سفر أثيوبي. القنصلية الإثيوبية. لا، في القنصلية السعودية التأشيرة السعودية، سوري. أيوة، في مصر. فالمهم التذكرة ما جتني، فأنا من عندي كثير من حبايبي أعرف، قلت لهم يا أخوانا في وقت كده تساعدوني في التذكرة. قالوا وماله نساعدك يعني. وفعلا ما قصروا، ساعدوني وقطعت التذكرة وكانت رخيصة. نزلت لا، ساعتها كان كم التذكرة أستاذ علي؟ تذكرة حدود $220 أمريكي. أوكي. كانت رخيصة جدا يعني. نزلت المهم جدة، ومن جدة وصلت إلى المدينة. الأعجب ما في المدينة المنورة. أي نعم. والأعجب ما في الرحلة يا أستاذ أحمد طال الله عمرك، لما أخذنا اللي هو تاكسي من جدة إلى المدينة، لازم التاكسي يكون فيه 5 ركاب. أنا وشيخ محمد الله يرحمه كان معايا، ما أعرف الآن حي أو ميت، وفي كلا الحالتين رحمه الله. يجوز. نعم. في معانا 3 أنفار، واحد منهم كلهم مشايخ، لكن واحد منهم كان له مكانة خاصة. فلما جينا في آبار سيدنا علي وقفوا رضي الله عنه اللي هو التاكسي وقالوا نصلي المغرب ونتعشى. ففعلا وقفنا وتعشينا. أيوة. صلينا. فبعد الصلاة ما مدرسة بقى يعني أنت تقول عليها إيه. أنا كنت بشرب سيجارة، خدت بالك معي. الشيخ قال لي أنت مين اسمك؟ أنا قلت له اسمي علي عمر محمود. قال لي فين ماشي؟ قلت له المدينة المنورة. قال لي إيش تعمل في المدينة المنورة؟ قلت له يا أخي أنا طالب، قبلت أوراقي في الجامعة الإسلامية. قال لي الجامعة الإسلامية والتدخين في يدك؟ باللفظ ده يعني. أيوة.
قلت له أتمنى من رب العباد والبلاد أن يرفعها عني. أنا ما كلمت أكثر من كده. المهم سكت ودخلنا التاكسي ووصلنا المدينة. يوم الثاني في المدينة الرجل ده لابس العباية بتاعته والجلابية وجاي ومعاه مجموعة من الأساتذة والمعيدين. الله، أقول الرجل ده يا أخوانا امبارح جاء معايا في التاكسي. ايش هو ناس تستقبله بهذه الروح الطيبة؟ قالوا لي ده اسمه الشيخ عباد. الشيخ عباس. الشيخ عباد منتدب قال لي عشان يمسك مكان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. يا الله. نعم. وفعلا لما تنازل الشيخ عبد العزيز الله يرحمه، الشيخ عباد أصبح رئيس الجامعة الإسلامية. الشيخ عباد. نعم. نعم شيخ عباد. بالمناسبة الشيخ عباد حتى الآن بعد ما حول إلى المعاش، أنا تابعت المسألة، موجود في المسجد النبوي شريف. نعم. شريف. نعم، في الحسوة الثانية في الكونة في الركن كده بيدرس حديث حتى الآن، يعني حتى الآن موجود. نعم. الشيخ عباد اسمه الشيخ عباد عبد المحسن كده يعني. المهم التحقنا. فأنا عملت، هو عمل معاك اللي قابلته هو شيخ عباد ولا واحد ثاني؟ لا اللي قابلني اللي معايا في التاكسي كان في الشيخ عباد. اوكي. وشفت يوم الثاني صباحا في صحن الجامعة، وأنا ما قصرت على كده لأنه خلاص أنا دلوقتي بقيت سعودي، جلابية وعمة وقطرة، أخذت بالك معايا. أيوه. فرحت له أنا في مكتبه، قلت له السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي أنت جئت معنا بالأمس في التاكسي؟ قلت له نعم. قال لي إن شاء الله عجبتك الجامعة؟ قلت له أنا مقرم بالجامعة وأتمنى أن أنال منها، قلت له قسط ينفعني في المستقبل. قال لي خيرا إن شاء الله. على كل حال قال لي يا بني لست أنت لوحدك، الكثير من الطلبة، قال لي وبقدر الإمكان قال لي حاول تخفف، والتخفيف سيصل بك في نهاية الأمر إلى توقيف التدخين. يا سلام يا سلام. باللفظ ده يعني بالحسنى. نعم. بدك هي أحسن. وفعلا أنا سمعته، القصة انتهت على كده. الحمد لله. طيب التحقت بالجامعة؟ التحقت بالجامعة، قعدت 2 سنين. ده في قسم القانون؟ لا. لما مشيت المدينة لحقوني في كلية الشريعة. أوكي. الشريعة الإسلامية. كويس. لكن في الشريعة الإسلامية في بعض الكتب الفقهية، وخاصة اللي ترشدك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أخذت بالك معي؟ ما يقولوا لك مباشرة كذا، لكن بعد ما يستعرضوا معك مسألة فقهية أو مسألة في الحديث، في النهاية يستقر الأمر بقولهم والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل. أنت لما يدرسوك 4 سنوات والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل، رح يكون نهايتك حنبلية. وأنت مذهبك مالكي ساعتها؟ وأنا مذهبي حنيفة. فجاء شيخ حنيفة النعماني. أي نعم. جاء وكيل الوزارة كان اسمه الشيخ محمود، اللواء محمود مصطفى، كان مشرف العام على مدينة البحوث الإسلامية. فأنا لما جاء ضيافة نزلوه في الجامعة ومعاه وفد، أخذت مشروبات ورحت عندهم، وكان معهم الشيخ عبد السلام المراقب العام، وعرفوني لأنه كنت في المدينة. وقفت بهم وقالوا لي كيف دراستك؟ والله قلت لهم دراستي كويسة لكن أنا عايز أرجع مصر. قلت له إيش السبب ده أستاذ علي؟ لا ما سألوني. أنا بس ممكن شوقي إلى مصر، حبي إلى. لا أنا بسأل حضرتك السبب شنو؟ يعني شوق لمصر بس؟ لا أعتقد أنا يعني وجدت في نفسي يعني العودة إلى مصر أقرب إلى الحقيقة،
وبعدين أكثر من كده في سبب ثاني، وهو أنا لما كنت في مصر كنت أمارس القضايا الوطنية، سميها امم تنظيمية أو داير تسيس يعني، انت داير أيوة أو نقابية، خدت بالك معي. ايوه. لهذا أنا قلت لهم عايز أرجع مصر. قالوا لي أول ما تقرر وتجي مصر تعال في مكتبي. قلت له خير. أنا فعلا بعد شهر شهرين رجعت وجيت في مدينة البعوث، والمشرف العام استدعى المراقب العام وقال له ودي علي عمر ولحقه بكلية اللغة العربية أو أي لغة هو عايزها. قلت له كلية اللغة العربية. في الازهر. أهو أيوة. قال لي امشي معاه كلية اللغة العربية. مشى معايا بنفسه المشرف العام حقيقة يعني. يعني انت تم تحويلك من المدينه المنوره الى الازهر؟ أي نعم. بطريقه متفق عليها؟ لا، بطريقة الأزهر ما يعرف، إن المدينة ما تعرف إن أنا خلاص قادرت الدراسة. طيب سنتين كيف اعتمدت بعدين؟ فين؟ كيف اعتمدوك يعني في الازهر وانت غايب سنتين لانه كنت في المدينه؟ ما أنا دلوقتي قاعد أجدد كمان من جديد. اوكي. لما قال له أمشي معاه وأسجله وكأني قاعد أنتقل من كلية الحقوق إلى كلية اللغة العربية. جميل. شفت كيف؟ فعشان كده هو لازم يكون معايا شاهد قوي يشهد إني أنا كنت في كلية القانون عايز أحول إلى كلية اللغة في العربية الازهر. قسم التاريخ والحضارة. وفعلا سجلوني وعملوا لي استمارة واستمريت. استمريت من السنة الثانية في كلية اللغة العربية. اه، دي كيف دي طيب؟ أه؟ قصه هذه السنه الثانيه لماذا؟ السنة الثانية لأنه يعني حسبوا لي السنتين اللي قعدتهم في كلية القانون في داخل جامعة الأزهر تحت شعار جامعة الأزهر. لكن حسبوها عليك سنه واحده؟ أي نعم. لكن كلية اللغة العربية قسم التاريخ والحضارة نعم. ما كانت سهلة، لأنه كان فيها كل العلوم مثل التوحيد والصرف والأدب والمنطق والتجويد والصرف والنحو والبلاغة والفقه ما أعرف والجغرافيا. فالمهم أخذنا 5 سنوات في كلية اللغة العربية قسم التاريخ والحضارة. دوني شهادة ليسنس والحمد لله يعني. جميل. طيب أستاذ علي، نواصل. فأخذت الليسانس اللغة العربية قسم التاريخ والحضارة. جميل جدا. بحث التخرج كان كيف؟ إيش كان عنوانه؟ أنا كتبت بحث التخرج في آخر سنة. أيوة. لابد تكتب حاجة عن حاجة أنت تحبها. نعم. أنا كان قدامي حاجتين. أولا كنت عايز أكتب، وفعلا كتبت وجهزته معايا. نعم. الطالبيين نعم. اللي هم يعتبروا من سلالات الإمام سيدنا علي بن أبي طالب. أخذت بالك معايا؟ طورا الحياة اللي عاشوها في عهد بالذات أبي جعفر المنصور وما عاشروه في الدولة العباسية والأموية. وبعدين البحث الثاني قلت لا، أحسن أكتب إريتريا عن وطني، عن شعبي، عن اللاجئين الإريتريين، لأنه نعم. كان في يعني إعلام ضيق وناس ما عايزة تتفهم الظروف. فأنا قلت أحسن أكتب عن إريتريا بعنوان إريتريا بين الأمس واليوم. بين الأمس واليوم. نعم. طيب، على الرغم أنه التخصص كان لغة عربية، يعني أتيح لك أنك تكتب في السياسة لأنه عشان مرتبط بالتاريخ والحضارة، يعني أستاذ علي؟ مرتبط بالتاريخ والحضارة والوطنية كمان، لأنه جميل. الإحساس أحيانا يولد أفكار يعني. صحيح صحيح. طيب جميل. في بحثك عن القضية الإريترية والشأن السياسي الإريتري، الوقت ذاك كيف كنت بتستغل معلومات وأنت الوقت ذاك طبعا خلاص يعني وأنت في طالب جامعي
علاقاتك السياسية امتدت مع الشخصيات السياسية الكبيرة. كده أذكر لنا من الشخصيات الإريترية اللي كان عنده علاقة وحب باللغة العربية والتمسك بها، وكانوا يجاهروا بحبهم لهذه اللغة. هم شخصيات عدة، لكن دائما أذكر منهم الأستاذ علي برحتو بعد ما جاء من الميدان. نعم نعم، اللغة العربية كاتب وكان ممتاز. يعني ضليع في فهم اللغة العربية. صحيح. كان في الأستاذ محمد صالح، نعم. رجل فاضل. وفوق هذا وذاك الأستاذ محمد سعيد ناود، اللي مكتبه ما كان يخلو إلا وفيه كتاب وفيه مرجع. نعم. على مستوى الأعياد كنا نمشي على شخصيات إريترية مثل الشيخ سلطان. يا سلام. يا أخي حتى ولد أب ولد مريم لما كنا نمشي له في زيارة كان يتكلم اللغة العربية، تقول مش ولد أب ده لما تسمع كلامه، يعني فصيح وطليق، يعني فصيح وطليق، ويجيد كمان الكلمات. مرة من المرات في الاجتماعات بيسألنا سؤال، قال يا أبنائي أنا عايز أسألكم سؤال، ونحن قاعدين يعني. قال نحن قال بالتقرينيا نبل نكوكو حدو درهو، مين الأول البيضة أو الدجاجة؟ فالكل سكت. أنا رفعت يدي، قال لي من قبل؟ أقول مين؟ قلت له فلان. أنا كمان اديته الاسم الوالد بالكامل، قاضي عمر محمود المصري. قال لي أنا كثير ما سمعت قال لي عن والدك، وأكيد قال لي راح تجاوبني. يا سلام. قلت له راح أجتهد. كويس. قال لي طيب إيش هي إجابتك؟ والله زي ما بقول لك يا أستاذ أحمد، بالعربي ده كله؟ أيوة. قال لي إيش هي إجابتك؟ قلت له إجابتي تتمثل في آية من القرآن الكريم، ومن كل خلقنا الذكر والأنثى زوجين اثنين. أي نعم. قال لي معناها عايز تقول أولا الدجاجة وبعدين من الدجاجة البيضة؟ قلت له أجبت على سؤالي. فهو فسرها بالتفصيل، أخذت بالك معي. والمهم الناس كانت بهذه الدرجة يعني. نعم نعم نعم. ما كان يعني هسي وحدين يمكن يستغربوا انه ولد اب ولد مريم الزعيم كان يتكلم لغه عربيه. لو قلت هسي من الذين يعني من الشعوبيين، يعني خلينا نقول لهم الشعوبيون الذين يكرهون اللغه العربيه ويكرهوا العرب وكذا، فيقول لك من اين لك هذا؟ يعني هو شاهد من اهلي استاذ علي عزيزي يتحدث مع ولد اب ولد مريم، سيبك من المجموعات ده من القوميات الاخرى. ده ما يؤكد على أن اللغة العربية هي لغة أصيلة في المجتمع الإريتري. طيب أستاذ علي عزيزي، ونحن تأكيدا على اهتمام الأستاذ علي عزيزي أصدر كتاب قبل أيام أو قبل شهور، إريتريا نار تحت رماد. على الرغم أنه هي شهادته على عصره أستاذ علي عزيزي منذ ميلاده 52 إلى هذا التاريخ، إن شاء الله مع عمر مديد يا أستاذ علي. ما دايرين نخش في حيثيات الكتاب جوا، لكن كونك أنت تصدر هذا الكتاب ده يؤكد علاقتك بهذه اللغة العربية وأهميتها. كده أدينا كده سياحة في لماذا كتبت هذا الكتاب باللغة العربية، وكان ممكن تكتبه بغير العربية أستاذ علي؟ ممكن الكتابة بأي لغة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبعدين ينسب على شخصي أنا. نعم. كثير من الأشخاص وخاصة في القيادات موجودة بهذا الطرح يعني. نعم. لكن أنا فضلت أكتب هذا الكتاب باللغة البسيطة المفهومة، وهي لغة يعني لها مكانتها بين
المجتمع الإريتري، سواء كان مسلمين أو مسيحيين. في إريتريا يا أستاذ أحمد ما فيش مسيحي ما يتكلم اللغة العربية، وبالمقابل في إريتريا ما في مسلم ما يتكلم اللغة التيغرينية، لغتان متجانستان. فأنا كتبت بما وكان مباشر أو غير مباشر، يعني أنت نعم. باعتبارهم هم مصادر لغة مصدرهم يعني أسرة واحدة. لا فوق هذا كمان يعتبروا، وأنت خير العارفين، وأرجو أن أن يحمل بما أقول الإخوة السامعين. أنا بعتبرهم أولاد الأعمام. ليش نمشي بعيد؟ يعني المسلمين الإريتريين والمسيحيين الإريتريين أنا أعتبرهم أولاد أعمام. راح تسألني كيف، أو راح يسألني السامع، أقول الاثنين اللي نحن من سلالاتهم، اللي هو سيدنا إسماعيل وسيدنا يعقوب، هم أبناء سيدنا إبراهيم. نحن نسميه باللغة العربية إبراهيم، وأهل الكتاب أخواننا يسموه أبراهام، فليكن يعني ده اسمه هو. شفت كيف اسمه لا يختلف عليه. في النهاية نحن أولاد الأعمام، شئنا أم أبينا، إذا لازم كل منا يحمل الثاني. عشان كده اسمح لي، هنا أنا كنت حضرت مقولة، يعني بعد ما درست المقارنة بين القرآن الكريم والإنجيل في الأزهر الشريف، أبيات من الشعر استوحيتهم ولا زالوا في ذاكرتي. يقول بني حمومتي، يقول بني حمومتي. من هو الشاعر أستاذ علي؟ الشاعر هذا يعني أنا ما بذكره، لكن في لبنان هو، لأنه أنا قرأت له الكثير يعني. فمستوحى هذا الكلام يقول بني عمومتي إن الله يجمعنا فلا يفرقنا في الأرض إنسان لنا به وطن حر مسافة وأوطان قد يستليب هلالا في توحدنا وجمع القوم إنجيل وقرآن. ده إنجيل وده قرآن، يعني ما عايز أقول الوطن للجميع والوطن والدين لله، يعني نحن كلنا شركاء. وتقريبا حتى الإخوة أهل الكتاب المسيحيين في إريتريا يفهموا هذه الحقيقة زي ما نحن بنفهمها. لابد من أجل التعايش أن نتماسك وندمج الإنجيل المقدس والقرآن الكريم ونتمسك بهم كما تمسك بها آبائنا وأجدادنا منذ قديم الزمان. وعلى سبيل المثال يعني ما نمشي بعيد، وإن الدين عند الله الإسلام أستاذ علي. لو قرأنا آية من الإنجيل نفس المعنى موجودة في القرآن الكريم. على سبيل المثال يقول في الإنجيل إن لله في الأعالي المجد وعلى الأرض السلام وبين الناس المسرة. المسرة هي المحبة. وفي القرآن يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله. يعني أنا ما فاهم، لكن أنا متأكد هذا الشيء للأسف الشديد. أنا ما عايز أتكلم في السياسة لأنه ده دين. المهم أستاذ علي، أنا فاهم كلامك، أنه نحن تمسكنا باللغة العربية في إريتريا لأبعاد ثلاثة. أنا دائما أقول إنه هناك بعد ديني أولا، حتى بالمسيحية في الأديرة والكنائس كما تحدثنا في التاريخ ونحن نروج لهذا البرنامج، إنه لفترة من الزمن كانت لغة الأديرة والكنائس هي اللغة العربية في إريتريا وفي غيرها، وهنالك دول كثيرة فيها اللغة العربية سائدة. لكن العربية استهدفت في إريتريا منذ الاستعمار الأول وحتى الاستعمار الحالي. فاللغة العربية لها بعد ديني في إريتريا ولها بعد وطني ولها بعد ثقافي. وزي ما تفضلت أستاذ علي، من هذه المفاهيم الثلاث نحن نهتم بهذه اللغة العربية. وطبعا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نرجع تاني أستاذ علي للكتاب. أنت قلت كان ممكن تكتبه بلغة ثانية، لكن تفضلت تكتبه باللغة العربية للمفاهيم اللي قلتها. هل كملت الفكرة ولا عندك برضو رؤية إضافية لما تكبدت أن تكتب به شهادتك على عصرك
باللغة العربية في آه، عن تاريخها؟ هو هذه المرحلة هي مرحلة يعني دقيقة اللي اتكتب فيها القرآن اللي هو الكتاب. هي مرحلة شائكة لما نجي نقيم كل الأحداث اللي بنعيش فيها في داخل إريتريا وخارجها. منطقة حساسة بحيث جعلت من إريتريا بوتقة مليئة بالرموز والحروب والفقر وعدم وجود الديمقراطية والرأي الآخر. فحقيقة يعني الإريتريين أنا أدعو يتفهموا هذه الحقيقة، واللغة العربية يعتبروها لغة بلادهم. بمعنى اللي أطال النظام في إريتريا هو عدم اكتتاب الإريتريين بالتمسك باللغة العربية باعتبارها لغة القرآن، لغة التفاهم، لغة التوحيد، لغة التجانس. وهذه يعني أعتقد الكثير الآن من الناس بدأوا يفهموا هذه الحقيقة. جميل. طيب أستاذ علي عفوا للمقاطعة، في وحدين ما عارفين طبيعة الصراع في إريتريا ذاته، ولذلك تلميحاتك دي وتصريحاتك دي مهمة أستاذ علي. في وحدين في المهجر في بلاد الغربة زي بلادنا دي أستراليا، يعني الأسر تلاقيها ما تهتم بهذه اللغة وتحكم على الواقع بما هو عليه الآن. يقول لك يا أخي اللغة العربية في إريتريا الآن ما عندها مكانة وما تجننون بها وكذا. في وحدين يقولوا كذا لا مؤاخذة يعني مع الأسف الشديد. فماذا أنت قائل أستاذ علي وأنت الرجل اللي أفنيت حياتك كلها في تعلم هذه اللغة وفي الكتابة بها وفي التفكير بها وفي رسالته، وإن شاء الله مع عمر مديد أستاذ علي، فماذا أنت قائل للأسر التي لا تهتم بتعليم أبنائها اللغة العربية والاهتمام بها؟ الداخل ده مرابط ما عندنا فيه شك، والله متمسك بهذه اللغة رغم كيد الكائدين، لكن الناس البر أستاذ علي الأخمام اللغات الثانية، عرب إنجليش وفرنسي وألماني، وسبحان الله نحن الدنيا دي كلها شتتنا فيها أستاذ علي. فبالله دايرينك تحدثنا عن الجرائم التي ترتكب بحق الأبناء والأحفاد لعدم تمسكهم باللغة العربية كإريتريين مسلمين كانوا مسيحيين. هو اللغة العربية أولا أستاذ الفاضل هي ليست فكرة على مجموعة من الناس، بل أنا أعتبرها وسيلة للتفاهم والتعايش المتجانس بين الشعوب والأمم. ودعني أوضح نقطة مهمة على سبيل القول. المارونيين في لبنان وهم من الأرامنة ولهم العديد من الكتب بالسريانية ويتكلمون لغة عربية. الأقباط في مصر وهم صاحب الفضل في استقبال الفاتحين من الجيوش العربية الإسلامية اللي فتحت مصر هروبا من بطش وحكم الرومان. نعم. وكذا العديد من المسيحيين اللي يعيشوا سواء في العراق أو في الشام أو في يعني سوريا، مسيحيين صحيح لكن بيتكلموا باللغة العربية، ما عندهم العقدة. المسلمين الإريتريين يعني أرجو أن يرتفعوا إلى فوق المستوى لأنفسهم ولأبنائهم ولمستقبل بلادهم، لأنه مع إنكار اللغة العربية والتبحر في اللهجات المحلية لن يكون وسيلة لبناء دولة إريترية إسلامية أو دولة السلام في المستقبل. وبعدين مهما مشينا قبل ما أجي أنا أستراليا، هل أنا كنت أسترالي؟ والآن جسمي وروحي وتفكيري، أي نعم أنا جنسية أسترالية أحمل، لكن أنا مش أسترالي، في الحقيقة أنا إريتري.
وعندي لغة بعتز بها وبممارسها، وهي لغتي العربية. ليه أنا متمسك باللغة العربية؟ لأسباب آتية، هي العديد من الأسباب. أولا، هي الإريتريين علينا أن نعلم لغة حملها لفيف من المسلمين المضطهدين من بطش قريش ليصلوا إلى ضفاف البحر الأحمر ثم ينتشروا. يعني إريتريا تعتبر أول مرفأ بعد مكة مباشرة، ومن ثم لما بدأت أوامر الهجرة إلى المدينة المنورة. إذن مكة إريتريا مدينة المنورة. كمسلمين لازم نعتز بهذا الكلام ده، وهذا ما يخلينا نحارب المسيحيين. مسيحيين زي ما قلت لك أبناء عمومتنا، عايزين نعيش مع بعض، لكن عشان نعيش مع بعض وعشان يحترمونا لازم نحن نحترم لغتنا. هي ده أولا. الثاني، اللغة العربية هي لغة لم تأتي من الفراغ، بل حملها جبريل، أخذت بالك معايا، الذي له 600 جناح إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جبال الفيران وفي المدينة المنورة ليعلمها. وهي أول يعني دين بيأمر الإنسان أن يتعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم. علم بالقلم، نعم، علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. هذه النقطة الثالثة. نحن يعني في انطباعاتنا لما نشوف كلنا نؤمن بأن اللغة العربية هي لغة أهل الجنة. هذه الشعوب والأمم كلها لما نستوعب اللغة العربية ومداركها ومصطلحاتها، الحساب الأخير سيتم باللغة العربية. عشان كده في برلمان إريتريا قاضي علي قال اللغة العربية يا أخواننا هي لغة أهل الجنة، الله يرحمه يعني، رحمة الله عليه. إيه نعم. ففعلا يعني أبهاتنا وأبهاتكم وأبهات السامعين تمسكوا باللغة العربية وأثبتوها رغم علمهم ورغم تجاربهم. نحن الآن عشان خرجنا في الخارج نتبرأ من اللغة العربية. طيب أقول لكم أنا، نحن بنتكلم بالتجري. بالمناسبة أنا دليع في اللغة التجري، وأتكلم السيهاوية، أخذت بالك، وأتكلم اللغة التجرينية وأتكلم اللغة العفرية، لكن لا أستطيع أبدا أن أتكلم في مصطلحات اللغة العربية اللي ذكرتها قبل شوية بالسيهاوية أو بالتجراوية: الصرف والنحو، التوحيد، البلاغة، الفقه، التجويد، المنطق، الأبيض، التوحيد. ما أقدر، لو حاولت خدت بالك معي ما راح أديها حقها. إذن هذا الموروث ينبغي أن ينتقل إلى ابني إلى بنتي. العلم أخو العلم حي بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم. فنحن الموجودين الآن عشان أتيحت لنا الفرصة، لو ما تكاتبنا واتحدنا عشان نعلم أولادنا وبناتنا ونحطهم في الطريق الصحيح رح يضيعوا. بارك الله فيك أستاذنا ومناضلنا الكبير الأستاذ الكاتب علي عزيزي، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. وزي ما قلت أستاذ علي، حتى الذين يقرؤون القرآن الكريم بلغات أخرى لا يقرؤون القرآن وإنما يقرؤون معاني القرآن الكريم، وجزيت خيرا. وهذه اللغة الشريفة، اللغة التي نزل بها القرآن، وهي أغنى وأشرف وأعظم، وفي نفس الوقت هي اللغة المبينة كما يقول اللغويون، اللغة الوحيدة التي يمكن أن تصفها بالبيان بالمبينة هي اللغة العربية فقط لا غير. ما فيش لغة في الدنيا من الإنجليزية إلى آخر حاجة لا تستطيع أن تقول هي لغة بتاعت بيان، تستطيع أن تبين بها ما يجيش في خاطرك، وده كلام اللغويون حتى من غير العرب. أنا سعدت بلقائك أستاذنا علي عزيزي في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية. طبعا إن شاء الله ده ما آخر لقاء أستاذ عزيزي، سنلتقي بك أكثر
من لقاء بإذن الله. هذه الحلقة رقم 42. أستاذ علي عزيزي، شاكر فضلك، لكن في كلمة تودع بها المشاهدين والكتاب والمستمعين. لك الفرصة أستاذنا. أولا أستاذ الفاضل، جزاك الله خير. أنت دائما يعني بتحاول تلفت النظر للآخرين من أجل المصلحة الوطنية، مصلحة الدين. بارك الله فيك. وده حقيقة إن دل إنما يدل على سمو ثقافتك، وأشكرك على ذلك. أما رأيي الأخير للإريتريين، أقول لهم إذا كنتم تريدون أن تمارسوا حقكم ويأتيكم حقكم، أولا وقبل كل شيء تمسكوا باللغة العربية، ومن خلالها سيحترمكم الأعداء، ومن خلالها سيؤيدكم الآخرون. أما يعني دون ذلك فهذا مصطلح صعب تحقيقه، لأنه من طلب الدنيا فعليه بعلم، ومن طلب الآخرة فعليه بعلم، ومن طلبهما فعليه بعلم. بارك الله فيك. وإريتريا تحتاج علم، إريتريا تحتاج إلى الوحدة، وإلا زي ما سألني صاحبي الله يذكره بخير عن الوطن، وقلت له: وطني ثوب مرقع، وأجزاؤه مسنوع بمصنع، وحفة واسعة فيه تشقى، وحفر يتمتع، و20 جزارا يسوقون خرفانا آدمية إلى المسلخ، فالسلخ شؤون داخلية. ونحن عايزين نطلع من هذا الإطار الضيق بالتفاهم، بالمحبة، بمواساة، بالاتحاد. وإن شاء الله الإريتريين رح يفهموا هذه الحقائق لاحقا، شاءوا أم أبوا. بارك الله فيك أستاذ علي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمد الله ونصلي ونسلم على خير من هدى الناس رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعترته الأكرمين. أشكركم جزيل الشكر مشاهدينا الكرام أينما كنتم عبر قناة سلام الإعلامية على متابعتكم هذه الحلقة وغيرها من البرامج. ألتقيكم إن شاء الله في الحلقات المقبلات. تحياتي مرفوقة بأستاذنا علي عزيزي، محدثكم أحمد شريف، في إعداد وتقديم هذه الجلسة وهذا الحوار، وإن شاء الله نلتقيكم في حلقات قادمات. تحياتي كذلك وتحيات زملائي وإخواني في الجانب الفني والإشراف والإخراج، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.